السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد وفيديو جميل يا جماعة. وفي الفيديو بتاعنا النهاردة هنشاهد شاعر مصري يا جماعة بيبهر طبعا كل الجمهور وكل الحاضرين بقصيدة شعر قوية جدا، وكلنا عارفين قوة مصر في الشعر وكتابة الشعر يا جماعة حاجة تانية. فلما بيخش منافس مصري في أي مسابقة أعرف على طول إن المسابقة دي هتكون مسابقة قوية زي ما احنا عارفين يا جماعة. ومصر بقى بلد الشعراء والأدباء والكلام ده كله، إنما هنشوف الكلام ده على الحقيقة وعلى أرض الواقع. تعالوا بقى مع بعض على طول نخش نشوف شاعر مصري بيقول ايه وقصيده قويه. يلا بينا 3 1. لو وصلتوا معايا لحد كده يا ريت ما تنسوش تدعموني بلايك الفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، واكتبوا لي رايكم في الكومنتات يا جماعه على الشاعر المصري وعلى القصيده القويه اللي احنا بنسمعها مع بعض دي. نكمل مع بعض الفيديو ونرجع تاني. يلا بينا. تاريخ البرنامج الأهم، وأظن أن لدي سطورا مضيئات يمكن أن تنير مسيرة الفن الأول في رحلته وهو ينضج على نار من الزمن. لهذا أنا المجدد، لا يسمع فيها إلا همسة، فالكلمات وميض مسموم مخنوق يشبه ليس. من آوس خزرجكم أو خزرج أوسى، من صالح ذبيان الغضبان وعبسا، من أهدى عبلة عنترها أو زوج ليلى قيسا. تسأل عن مجنون أبقى اللات وحطم فأسا، يختار الغالب وصلته ومقام قرار جواب الأنفاس المنهكة المغلوبة يأسا أو يأسا. حيا الله أساتذتي شيوخ النقد وسدنة اللغة. باسم شعراء العالم أهنئ الإمارات بعامها ال50. سر بلقيس المؤجل، أما ضفرت رؤيا جناحك كوثرا، سرى قبلة ليست تخاف الذي جرى، كأن مدية تعرى، تعض رحاحا يدي بهدهد صمت بوحه مات أخضرا، فلا ترضعيه السر كيف رسمته جنونا يخط التيه شكلا وجوهرا. لبلقيس معنى لم يزل متخفيا بجنية أوحت إلى الحب في حرى، مذ احتلت المنفى وغابت بظله حضورا لتفنى أو فناء لأحضرا. فهل تشعلين الغيم خمرا وجبه امتطى عنبا من حلمه أن يقشرا، فإني قبست الماء وراء أمامهم ولم يسجنوني يوم قطع من وراء. تراطن طير كيف يغرق نيلها بشطرنج كسرى عند أحمق قيصرا، لماذا رماها في سمائك سدرة وهل يضحك الرمان إلا ليعصرا. رعى الحبل أفعى، رعى الحبل أفعى والنبوءة طفلة، فألقت عصاها كي تهش وتثمرا، فمصت صداها حين مرت بجعفر طريحا. أخي هارون تقتل جعفرا، فقد دمية سكرى دماي نظرتها لآخر ظبي وهو يعزف منظرا. شكرا. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى طبعا الفيديو ده يكون نال اعجابكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. وادي شعراء مصر يا جماعه لما بيخشوا في حته لازم المصري يا جماعه يبقى له قوته وثابت نفسه، ثابت نفسه يا جدعان. هو ده الفيديو بتاعنا النهارده. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.